مع أول برد في الشتاء بتلاقي الكحة والرشح مسيطرين على كل بيت، وبدل ما الناس تستنى الجسم يتعافى لوحده بتلاقيهم بيجروا على الصيدلية بيجيبوا مضاد حيوي. السلام عليكم، معاكم دكتور محمد عادل، والنهارده ان شاء الله هقولك معلومه في السريع. اغلب الادوار دي بتبقى عباره عن فيروس، والمضاد الحيوي مش هيجيب نتيجه خالص، والنتيجه ان دور البرد بيطول، وكمان في ناس بتدخل في التهاب جيوب انفيه من غير ما تاخد بالها. تعال اقولك الفرق بين دور البرد العادي والتهاب الجيوب الانفيه. اول حاجه دور البرد العادي، وده بيجي من فيروس. اعراضه بتبقى عباره عن عطس ورشح وانسداد بسيط في الانف، كمان بيحصل صداع خفيف وكحة بسيطة، وغالبا بيخف في خلال اسبوع من غير ادوية تقيلة. تاني حاجة هنتكلم عنها هي التهاب الجيوب الانفية، ساعات بتظهر بعد البرد او كمان معاه. اعراضها عبارة عن صداع تقيل حوالين العين وكمان الجبهة، وكمان بيزيد لما تبص لتحت او تنحني. افرازات سميكة لونها اصفر او كمان اخضر، انسداد شديد في المناخير، وكمان بتفقد حاسة الشم والتذوق، وكمان ممكن يحصل حرارة وارهاق. يعني الفرق الأساسي إن البرد أعراضه خفيفة وكمان بيعدي بسرعة، إنما التهاب الجيوب الأنفية بيبقى أعنف وكمان أطول. البرد سببه فيروس بينتقل بسرعة في الشتاء. التهاب الجيوب الأنفية ممكن يحصل بسبب إن دور البرد متعالجش بسرعة أو طول، وكمان حساسية الأنف بتخلي المخاط يزيد وبيسد الجيوب الأنفية. الجو الملوث أو التدخين، وكمان ضعف المناعة ليها دور كبير جدا. تعال اقولك ازاي تفرق بينهم. لو الاعراض خفت تدريجي وكمان في اقل من اسبوع يبقى ده برد عادي، لكن لو الاعراض بتزيد او مستمرة اكتر من 10 ايام يبقى ده التهاب في الجيوب الانفية. لو المخاط لونه ابيض او شفاف يبقى ده برد، لكن لو المخاط لونه اصفر او اخضر يبقى ده التهاب في الجيوب الانفية. لو الصداع بسيط او مش مستمر يبقى ده برد عادي، لكن لو الصداع ثابت وضاغط حوالين العين والجبهة يبقى ده التهاب في الجيوب الانفية. اول حاجه هنبتدي بيها هي الانتي هيستامين، مضادات الهستامين. دي بتقلل العطس والرشح وكمان الكحه، زي التلفاس وكمان الزيرتك واللوراتيدين. مفيدين جدا لو في اعراض حساسيه واضحه، لكن مش اقوى حاجه في علاج الاحتقان. تاني حاجه هنتكلم عنها هي الاقراص اللي بتحتوي على مضادات الهستامين ومزيل للاحتقان وكمان المسكن، زي الديكانسيت والترايميد فلو وكمان الكونجستات. دي بتعالجك بسرعه من معظم الاعراض زي الرشح والانسداد وكمان الصداع، لكن ممنوعة مع مرضى الضغط وكمان القلب، ولازم استخدامها يكون لفترة قصيرة. تالت حاجة هنتكلم عنها هي بخاخات الكورتيزون، زي النازونكس والرينوكورت وكمان الافامايس، ودي اهم علاج لالتهاب الجيوب الانفية المزمن وكمان الحساسية. لازم استعمال يومي منتظم وكمان كورس كامل عشان يجيب نتيجة. تأثيره بيبدأ بعد أيام والنتيجة الكاملة بعد أسبوعين تقريبا. رابع حاجة هنتكلم عنها هي البخاخات اللي بتحتوي على الكورتيزون وكمان مضادات الهستامين، زي الازيلاست بلس وكمان التيكانيز بلس. دي بقى بتدي تأثير أسرع من التانية، لأن مضادات الهستامين بتريح العطس والرشح فورا، والكورتيزون بيقلل الالتهاب على المدى الطويل. مناسبة جدا للناس اللي عندهم حساسية شديدة واحتقان متكرر. في حاجات لازم تعرفها، ان النقط اللي بتحتوي على مادة الاوكزيميتازولين زي الاوتروفين ممكن تستخدمها من 3 ل 5 ايام بس، ودي لانها بتعمل ريباوند كونجيشن وبالتالي هتزود الاحتقان اكتر. المضاد الحيوي مش اول اختيار وبيتاخد بس في الحالات البكتيرية. اول حاجة لو الاعراض زادت بعد ال10 ايام بدل ما تتحسن، لو في حرارة عالية او صداع شديد مش بيستجيب للمسكنات، او لو في افرازات سميكة جدا معاها دم او كمان رائحة كريهة، او كمان لو الاعراض بتتكرر بشكل متكرر طوال السنة. تعال اقولك على شوية نصايح هتفيدك جدا. شرب سوائل دافية كتير بتساعد على تسييح المخاط. اغسل مناخيرك بمحلول ملح هيساعدك جدا على التنفس. البخار او الدش سخن هيقلل الاحتقان وكمان هيريح النفس. النوم على مخدة عالية عشان الاحتقان يقل بالليل. لازم تتجنب التدخين وكمان الروائح النفاذة. متاخدش مضاد حيوي على كل دور برد. متستخدمش مضادات الاحتقان اكتر من 5 ايام. البرد العادي بسيط وكمان بيتحسن في اسبوع. التهاب الجيوب الانفية اطول واخطر ومحتاج متابعة. العلاج مش دايما مضاد حيوي، في بدائل كتير زي الانتي هيستامين وكمان الكورتيزون. اهم حاجة التشخيص الصح واستخدام العلاج المناسب في الوقت المناسب. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عندك سؤال سيبه في الكومنتات وهرد عليه. متنساش اللايك والسبسكرايب والشير. سلام.